كلمة لأ، الكلمة اللي بنخاف نقولها، الكلمة اللي بنحس إن إحنا لو قُلناها هنخسر حبايبنا. في الفيديو ده هنحكي عن كلمة لأ، هنحكي إزاي إن إحنا نستفيد منها، وإزاي إن هي الحل السحري للضغط النفسي جواك. عارف إحساس إنك دايمًا مخنوق بعد أي موقف أنت بتمُر بيه؟ عارف ليه؟ عشان كان المفروض في الموقف ده تقول لأ، بس قُلت حاضر، قُلت نعم. كان المفروض تاخد قرار وتوقّف فعل، بس أنت ما عملتش كده. عشان خايف تزعّلهم. كل مرّة بتعمل فيها كده فأنت بتخون نَفْسك. كل مرّة ما بتقولش فيها لأ لحاجة أنت مش عاوزها، بتكسر حاجة جواك، بتموّت حاجة مهمة جوّه نَفْسك بالبطيء. كلمة لأ هي الكلمة اللي بتتقال في ثانية بس بتغيّر وراها سنين كتير. كلمة لأ مش تمرُّد، كلمة لأ مش قسوة، كلمة لأ يعني أنا ليّا حدود لازم تحترمها. مشكلتنا وبالأخص في مصر إن إحنا اتربينا إن الرفض أو كلمة لأ هي قلة ذوق، وإنها غلط، وإن ما ينفعش تقول لحد لأ. وإحنا صغيرين كان إنك تعترض أو تقول لأ معناها إنك قليل الذوق، وإنك بتعمل حاجة غلط. كان دايمًا بيربونا إنك لازم تقول حاضر ونعم وطيب. كانوا بيموتوا فينا الثقة إن أنا أقدر آخد قرار، حتى لو هُم ما يقصدوش. بس النهارده حضرتك بدأت تعرف إن لأ هي الحل السحري لنجاح مستقبلك. بتوقّف الحاجة الغلط عشان أنت مش عاوزها. أنت مش عاوز تخرج مع أصحابك، كلموك يالّا نخرج، لأ معلش مش هاقدر أخرج. لأ دي هي قرار أنت خدته، لازم هُم يحترموه. أو اقترحوا اقتراح إن أنا أوافق عليه. لأ، أنا عندي حاجة، أنا عندي شغل، أنا عندي حاجة دلوقتي مهمة بالنسبة لي أنا باعملها. فأنت جيت دخلت عليَّ في الوقت ده، أنا مش مطالب أو مُجبر إن أنا أقول لك حاضر وجاي. لأ، ولازم أنت كمان تحترم كلمة لأ اللي أنا قُلتها، لإن أنا صاحب قرار. كل ما هتقول لأ لحاجة أنت فعلًا مش عاوزها، هتقدر ساعتها تحس معنى حاضر ونعم اللي أنت عاوزها. لو فضلت تقول حاضر، حاضر، حاضر على حاجات أنت مش عاوزها، هتفضل عايش ندم طويل مش هتقدر تخلص منه. هتفضل تخسر نفسك ببطء، مرحلة، مرحلة، لحد ما تلاقي نفسك لا مبالاة، كل حاجة حاضر، طيب، يالّا نخرج، يالّا نعمل، يالّا، من غير ما يكون لك أي قرار. فأنت بالتالي بتدمّر كل خطوة كنت ممكن تاخدها عشان تنجح وتوصل لحاجة حلوة، لمستقبل ولهدف أنت كنت تتمناه وتتمنى إنك توصل له. بُص لنفسك كده وشوف كام حاجة قُلت عليها طيب وحاضر وأنت مش عاوزها، قُلت عليها نعم وأنت مش عاوزها. هتشوف أنت خسرت مين، خسرت قد إيه بعدها. هتلاقيك خسرت نفسك بس. صدّقني لأ، تستاهل الراحة اللي تيجي بعدها. لو ندمت على لأ دقيقة، دقيقتين، ساعة، يوم، هترتاح بعدها عُمر بحاله. لإنك نفسيًا هتبقى هادي ومرتاح ومتطمن، لإنك خدت قرارك بنفسك على أولوياتك وعلى خطواتك وعلى الرؤية اللي أنت شايفها. أنت خدت قرارك بما يتراءى ليك ولمستقبلك ولحياتك. هي معادلة. المعادلة لا إما نفسك لا إما غيرك. كسبت نفسك هتفضل نفسك تتعزز وتزيد. خسرت نفسك مقابل الكفة التانية فهتلاقي نفسك أنت الخسران. فأنت في كلا الحالتين هيتأثر عليك، لا إما بالسلب لا إما بالإيجاب. لا إما تكون واثق من نفسك وتاخد قرارك وتقول لأ على حاجة أنت فعلا مش عاوزها وتنجح، لا إما تقول حاضر على حاجة برضو أنت مش عاوزها وهتفضل تندم عليها عمرك كله، لأن طالما أنت مش عاوزها مش هتستمتع ومش هتكون حاجة حلوة بالنسبة لك. لما بتقول نعم على حاجة أنت مش عاوزها فداخليا بتعيش صراع بين إنك مش عاوز تعمل بس غصب عنك بتقول حاضر تعمل حاجة أنت مش عاوزها أو حاجة أنت مش حاببها. في الوقت ده جسمك بيفرز هرمونات مسؤولة عن التوتر اللي هو الكورتيزول، لأنك بتعيش صراع بينك وبين نفسك، بين إزاي أنا أوافق على حاجة أنا رافضها وأنا مش حاببها. فبتعيش صراع داخلي بياكل من جسمك ومن نفسك ومن روحك وبيقلل ثقتك بنفسك. طب لما تقول لأ على حاجة أنت مش عاوزها، عقلك بيترجم على طول إن أنت بتعمل حاجة بتحمي نفسك. فساعتها بتعيش إحساس من الراحة وعدم التوتر، وده اللي أنت محتاجه، ده اللي أنت عاوزه. لكن لما تكون أنت مش عاوز
وتقول لأ هاعمل، وغصب عنك نفسك مش مرتاح، قلبك مش مرتاح، مش متطمن، مش عاوز. تبص تلاقي نفسك عايش في ملل وقلق وخوف وتوتر، وبتعمل الحاجة غصب عنك بدون نفس وبدون رضا، فبتخسر وما بتكسبش. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هل أنت شايف إن أنت ممكن تجامل حد على حساب نفسك وهو يستحق المجاملة أكتر من نفسك؟ أنت شايف إن في حد يستحق تخسر نفسك عشانه؟ أنت شايف إن في حد في الدنيا أو في الكون يستحق الحتة دي؟ يستحق إن ياخد قطعة منك مقابل لا شيء؟ وجودك في الحياة عشان نفسك. أنت هتعيش مرة واحدة بس مش مرتين. كل مرة بتاخد فيها قرار إنك تقول لأ على حاجة أنت مش عاوزها، بتحيا حياة أنت عاوزها. لكن في كل مرة أنت بتقول آه أو نعم على حاجة أنت مش عاوزها، فأنت بتقتل نفسك وبتاخد من جواك وبتخسر حياتك ونفسك وعمرك اللي مش هيتكرر تاني غير مرة واحدة بس. متخيل أنت بتعمل في نفسك إيه؟ عشان إيه؟ أو عشان مين؟ أو فين الطرف التاني اللي يستحق أو هو برضه ضحى بنفسه عشانك؟ أو في المقابل قدم لك حاجة تستحق إنك تخسر من نفسك ومن عمرك ومن وقتك عشانه. هل ده موجود؟ ولا أنت بتكبت نفسك وبتضغط نفسك وفي الآخر بتلاقي إيه؟ لا شيء. وأنت في شغلك وشغال مش قادر تقول لأ عشان خايف. خايف من إيه؟ وخايف على إيه؟ طول ما ربنا موجود والرزق بإيده ما تخافش من حد. قول لأ على الحاجة اللي أنت شايفها لأ. قول حاضر ونعم على الحاجة اللي أنت شايفها حاضر ونعم. ما تعملش حاجة غصب عنك. لأ دي هي الكلمة السحرية اللي ممكن تغيّر جواك وتخلّيك واثق وصاحب قدرة داخلية إنك تكسّر الدنيا كلّها. اوعى تخاف من لأ. لأ هي بداية طريقك عشان تشوف قرارك وتاخده وتشوف الصح. عشان تشوف الصح لازم يكون عملك نابع داخليًا من جواك، مش أي حد يقول لك يالّا، يالّا. لأ. قُل له لأ وأنت واثق، لإن أنت مش عاوز. نَفْسك وروحك مش قابلة، فإزاي تعمل وأنت مش عاوز؟ خُد بالك، كل اللي هيزعل منّك عشان أنت قُلت له لأ، هو مش شايفك أصلًا، هو مش شايف إنّك ليك قيمة، هو شايف إنّك عادي مربوط، كل ما يحب يروح يفُك ويسحبه هيمشي معاه. لكن لمّا ترفض تكون صاحب قيمة وقرار، مش هيبُص لك البصّة دي. مش كل ما يحتاجك يلاقيك متاح ليه. مش كل ما يدوّر على حد يلاقيك أنت اللي مربوط ومستنيه. خلّيك قوي بإرادتك، بقرارك، بلأ. لمّا يكون محتاجك يدوّر عليك وقبل ما ييجي لك الأول ياخد ميعاد، يستأذنك، يخبّط، متاح والّا لأ؟ الناس اللي بترن في التليفون في أي وقت، أنا من حقي ما أردش، عشان ده مش وقت إن ممكن أرُد عليك فيه، ممكن عندي حاجة تانية. مش لازم في كل وقت حضرتك بترن عليَّ فيه إن أنا أرُد عليك، مش متاح في الوقت ده إن أنا أقدر أرُد عليك، ما تزعلش. هارجع وأرن عليك في الوقت اللي أنا متاح فيه، مش في كل الأوقات أكون متاح. ممكن خلّي لنفسك career، خلّي لنفسك قيمة، خلّيك متشاف، خلّيه يستناك ياخد منك كلمة أو قرار وما يقدرش يتحرك غير بيك، مش يتحرك سواء بيك أو من غيرك. لو هيتحرك بيك أو من غيرك فمن غيرك أحسن، لإن أنت اتحرك مع نفسك في الوقت وعشان مستقبلك، وعشان وقتك ما يضيعش منك. لكن طول ما هو شايفك إنك في أي وقت هيرن لك هتجري، خلاص أنت ما لكش حاجة عنده أصلًا، ما لكش قيمة عنده أصلًا، ما لكش أي لازمة غير إنك بتروح تسليه زي شوية لِب. خلّيك آدمي، خلّي كل قرار وكل طريق وكل أرض بتمشي عليها من اختيارك أنت، مش من اختيار حد تاني ليك. لو استنيت إن يبقى ليك قيمة
وأنت على كل حاجة موافق مستحيل يبقى ليك قيمة، أنت بتخسر نفسك وبتخسر كل حاجة، وحتى بتخسر الناس اللي شايفينك مربوط. الغي كل ده، قُل لأ بعلو صوتك، قُل لأ وأنت نابع من جواك، قُل لأ على كل قرار أنت مش عاوز تاخده، ما تخلّيش حد يبقى له ولاية عليك. أنت إيه أصلًا بالنسبة لي؟ هل أنت تعرف مستقبلي؟ هل أنت تشوف حياتي؟ هل أنت عارف إيه اللي جوّه عشان تاخد على أساسها قرار؟ إن أنا أخرج دلوقتي أو أقعد أو أمشي أو أروح أو آجي أو أشتغل أو لأ؟ كل حاجة أنت اللي بتدبّرها بإيدك، أنت اللي بتخلّي غيرك يسيطر عليك ويتحكم فيك، وأنت في نفس الوقت اللي بتخلّيه قبل ما يتحرك أو يلفظ أي حاجة يفكّر مرّة و2 و3 و10 عشان عارف إن أنت صاحب قرار، ممكن تقول له لأ، وممكن تقول له حاضر وتوافق أو ترفض، لإن في الآخر أنت صاحب قرار مش حد تاني، مش حد تاني فرض ولاية عليك هيقول له يالّا، يالّا خده معاك أو تعالَ معايا يالّا. قُل لأ مش قلة احترام، قُل لأ احترام لذاتك ولنفسك، قُل لأ عشان تبقى موجود، قُل لأ عشان تبقى صاحب قرار، قُل لأ عشان تبقى حقيقي، قُل لأ عشان تبقى متشاف، لأ مش كلمة وخلاص، لأ دي بداية حياتك الجديدة. اللي أنت هتكتبها بإيدك، اللي أنت هتختار سطورها وهتختار تمشي فيها إزاي. لأ، مش كلمة سهلة، لأ، قرار بتاخده بتخسر فيه حاجات مش مهمة عشان حاجات أهم، فخلّيك في الأهم عشان تبقى ناجح. الفرق بين الناجحين والناجحين أوي إن الناجحين بيقولوا لأ مكسورة، الناجحين أوي بيقولوا لأ عن ثقة وبيقولوا لأ كتير، فخلّيك من الناجحين أوي، وقُل لأ كتير. بقناعة نفس وبرضا، ما تقولش حاضر وطيب ونعم على كل حاجة.